حكايتنا بتبدأ مع مستكشف كبير جدا اسمه جيجر كليد. الراجل ده كان معروف في مدينة اسمها أفالونيا، والناس هناك كانوا شايفينه بطل أسطوري بيعمل مغامرات خطيرة ومحدش غيره يقدر يعملها. كان دايما بيتسلق جبال ضخمة، يدخل أماكن وعرة وصعبة، والكل كان مبسوط بيه وفخور بيه. الزمن عدى وجيجر خلف ولد سماه سيرتر. كان نفسه ابنه يطلع زيه مستكشف مغوار، وفعلا كان بياخده معاه هو والفريق بتاعه في رحلاته الاستكشافية. وفي رحلة من الرحلات كان معاهم سيرتر وهو لسه صغير. فجأة حصل انهيار جليدي والواد كان هيقع ويموت، لكن جيجر لحقه وأنقذه في آخر لحظة. بعد الموقف ده سيرتر شاف نباتات منورة غريبة جدا اسمها باندو وعجبته قوي، وقال لأبوه بابا خليني أفضل هنا أدرس النباتات دي. جيجر وقتها اتضايق جدا وقال له أنت مستكشف يا سيرتر مش مزارع، مش هينفع تسيبنا هنا، احنا لازم نكمل الرحلة ونشوف ايه اللي ورا الجبل الضخم ده. لكن الولد أصر وقال انا عايز استكشف النباتات دي. الجدال بينهم كبر وسيرتشر كان ثابت على رأيه. ساعتها كاليستو واحدة من فريق جيجر حاولت تهدي الوضع وقالت لجيجر سيب ابنك يختار اللي بيحبه، حتى لو مش مستكشف زيك ممكن يبقى مستكشف في مجال النباتات ويفيد الناس بحاجة جديدة. لكن جيجر ما عجبوش الكلام خالص وزعل جدا، قرر يسيبهم ويمشي لوحده وقال لهم كملوا انتوا، انا هروح ورا الجبل لوحدي. وفعلا انفصل عن الفريق ومحدش شافه تاني. من اليوم ده عدت السنين بالظبط 25 سنة. سيرتشر كبر وبقى راجل، دلوقتي عايش مع مراته ميريديان وابنه إيثان وكلبهم المخلص ليجن. كانوا عايشين في بيت جميل وسط مزرعة مليانة نباتات باندو. النبات ده كان مهم جدا لأنه بيولد طاقة، وده اللي مشغل مدينة أفالونيا كلها. سيرتشر كان شغال في زراعة الباندو وابنه إيثان بيساعده، كانوا بيجمعوا المحصول ويوزعوه على المدينة. بعد ما خلصوا شغلهم يوم من الأيام إيثان وقف قدام تمثال كبير معمول لجده جيجر وسأل أبوه بابا هو ليه عمرك ما حكيت لي عن جده؟ كل الناس هنا بيقولوا عليه بطل ومغامر عظيم. رد سيرتشر وقال صح، جده كان بطل ومغامر الناس كلها بتحبه، بس الحقيقة إنه كان قاسي شوية، ما كانش بيقبل أي رأي غير رأيه وكان عايز يخليني نسخة منه. وأنا كنت نفسي أبقى مزارع واخترت طريقي. بصراحة أنا مبسوط إنك سمعت كلامي وبقيت مزارع زيه. رجعوا البيت وقعدوا يحضروا الأكل مع بعض وهم مبسوطين. فجأة سمعوا صوت طيارة نازلة في الحقل، خرقوا يشوفوا لقوا كاليستو اللي بقت دلوقتي قائدة فرقة الإنقاذ في المدينة. كاليستو قالت لسيرتشر في كارثة كبيرة، نبات البندق بدأ يفسد في مناطق واسعة من المدينة، ولو ما تصرفناش بسرعة كل المحصول هيموت والمدينة هتفقد مصدر الطاقة الوحيد اللي عندها. سيرتشر في الأول رفض وقال أنا مجرد مزارع مش هعرف أعمل حاجة، لكن كاليستو فضلت تقنعه وقالت له أنت اللي اكتشفت نباتات البندو زمان، يعني أنت أكتر واحد فاهمه وقادر ينقذه. بعد إصرارها سيرتشر وافق وقال ماشي أنا هاجي، لكنه أوصى مراته وابنه خليكم هنا في البيت، الرحلة دي خطيرة جدا ومش هطمن عليكم لو جيتوا معايا. سيرتشر ودعهم وركب الطيارة مع كاليستو، وهي عرفته على طاقم الطيارة وقالت له الرحلة دي مش سهلة، احنا رايحين مكان مجهول تماما ومش عارفين هنواجه ايه. لكن فجأة وهم في الجو سمعوا صوت طيارة تانية بتقرب. سيرتشر بص لقى مراته ميريديان، قالت له أنا كنت ماشية وراكم من بدري وبشاور لكم بس أنتوا ما شفتونيش، وبالمناسبة ابنك إيثان اتسلل على الطيارة من غير ما حد ياخد باله وهو دلوقتي معانا. دار سيرتشر بسرعة وفعلا لقى إيثان مستخبي هو والكلب ليجن. إيثان قال له أنا جيت علشان أشاركك المغامرة دي. وفجأة ظهرت كائنات عملاقة بتطير اسمها حاصد الأرواح، هجمت على الطيارة بشراسة وبدأت معركة قوية جدا. كاليستو مسكت سلاحها وهجمتهم، لكن الوحوش ضربوا الطيارة ودمروا أجزاء كبيرة منها. الطيارة كانت هتقع في اللحظة دي. ميريديان قفزت من طيارتها ونطت على الطيارة الكبيرة وأخذت وحدة التحكم وقدرت تنقذهم وتخرج بيهم من المكان. لكن للأسف في وسط الهجوم سيرتشر والكلب ليجن وقعوا من الطيارة. حاول يقوم ويلم نفسه لكنه لقى وحوش غريبة بتهاجمه. الكائنات كانت شكلها مرعب جدا وهو مش قادر يتصرف. وفجأة ظهر راجل مجهول معاه قاذف لهب وابتدى يحرق الوحوش دي وينقذ سيرتشر والكلب. سيرتشر كان متوتر لكنه فضل يشكر الراجل الغريب ده وسأله أنت مين؟ الراجل قال أنا جيجر كليد. سيرتشر اتصدم وقال إيه يعني بابا؟ جيجر قال له
أنا مش والدك ومش فاكر عندي ابن. لكن سيرتشر حاول يقنعه وقال له أنت سبتنا من 25 سنة، بس أنا ابنك. بص، دي الساعة اللي كنت مديها لك. لما شافها جيجر اتأكد وحضن ابنه. سيرتشر قال له بسرعة دلوقتي أنا عندي ابن اسمه إيثان ومراتي كمان، وهم فوق في الطيارة ولازم ننقذهم. جيجر فرح جدا وقال له يعني عندي حفيد لازم أشوفه فورا. في الناحية التانية كاليستو والطاقم كانوا لسه بيحاولوا يصلحوا الطيارة. إيثان طار بالطيارة الصغيرة، لكنه فجأة لقى نفسه واقف فوق ظهر كائن ضخم غريب. الكائن رماه فالطيارة وقعت، وإيثان لقى نفسه في حفرة كبيرة. جوه الحفرة كان في ممر غامق، وإيثان قرر يمشي فيه. فجأة لقى كائن أزرق شكله طري كده زي المطاط مش مؤذي. الولد حب الكائن ده وسماه سبلات، وقرروا يمشوا مع بعض. في نفس الوقت سيرتشر كان مع أبوه جيجر، كان بيسأله أنت اختفيت فين السنين دي كلها؟ جيجر قال له أنا بعد ما سبتكم رحت ناحية الجبل، لكن وقعت في حفرة ضخمة. من يومها وأنا عايش هنا. حاولت أخرج مرارا، وكل مرة أوصل عند نهر غريب مليان نار وأحماض ومعرفتش أعديه. لكن جيجر كان متفائل الوقت، مع الطيارات اللي معاكم أنا متأكد هنقدر نعديه سوا. وأثناء ما ماشيين لقوا ورق ألعاب واقع على الأرض. سيرتشر عرف على طول إن ده بتاع ابنه إيثان، فرح وقال ابني قريب من هنا، وجروا هما الاتنين بسرعة علشان يلاقوه. إيثان وقتها كان بيلعب مع سبلات، مسك كرة باندو ورماها له، لكن لما لمسها حس إنها حرقته زي الكهرباء. فجأة ظهر وحش ضخم ليه أذرع كتير جدا وبدأ يهاجمهم هو وصاحبه سبلات. الوضع كان خطر جدا، لكن في آخر لحظة وصل جيجر بقاذف اللهب وأنقذ حفيده. إيثان اتفاجئ جدا وقال أنت جده؟ الجد ضحك وقال أنا جدك يا بطل. جروا كلهم مع بعض ومعاهم الكلب ليجن، لكن الوحش كان لسه بيطاردهم. جيجر حاول يضربه بقاذف اللهب، لكن اكتشف إن السلاح خلص. في اللحظة دي ظهرت ميريديان بطيارة صغيرة، أنقذتهم كلهم ورجعتهم للطيارة الكبيرة. لما رجعوا الطاقم كله اتصدم لما شاف جيجر بعينيهم، كانوا فاكرينه مجرد أسطورة أو حكاية قديمة، لكن طلع عايش قدامهم. بعدها قعد جيجر مع حفيده وقال له أنا فخور بيك يا إيثان، لازم تبقى مستكشف عظيم وتكمل مسيرة عائلة كليد. إيثان اتحمس جدا وقال له أنا فعلا نفسي أبقى مستكشف زيك. لكن سورتشر اتضايق وقال سيبه في حاله، ما تحاولش تغير مستقبله زي ما عملت معايا. وهنا حصلت مشادة كبيرة بين الأب والجد، وإيثان شافهم بيتخانقوا فاتضايق وقرر يبعد عنهم. في اللحظة دي الطاقم وصل لمنطقة النهر المحترق. النهر كان مليان مواد كيميائية خطيرة جدا، وقالوا مستحيل نعديه. لكن صديقهم الأزرق سبلات جاب أصحابه الكائنات التانية، ووقفوا كلهم تحت الطيارة وشالوا الطيارة وخلوها تعدي فوق النهر بسلام. لكن المفاجأة إن بعد ما عدوا ظهرت كائنات عملاقة تانية برجول ضخمة جدا وبدأت تهاجمهم. جيجر استعمل قاذف اللهب، وكاليستو قاتلت بالسكاكين، وسيرتشر استخدم نباتات البندو ورماهم عليهم، وبالفعل نجحوا يهزموهم. وبعد المعركة جيجر بص لابنه وقال له أنا آسف يا سيرتشر، غلطت لما حاولت أغيرك وتخليني نسخة مني، كان ظالم أسيبك تختار اللي نفسك فيه. سيرتشر اتأثر جدا بالكلام وحس إن والده أخيرا فهمه. إيثان حضن أبوه وجده وقال لهم وأنا هبقى مستكشف بطريقتي أنا. مرت الأيام، مدينة أفالونيا ابتدت تعيش من غير اعتماد كامل على البندو، وابتكروا طرق جديدة للطاقة من غير ما يأذوا الكائن العملاق. وسيرتشر رجع يزرع أرضه، وإيثان بدأ رحلته كمستكشف ومعاه جده اللي بقى يعيش معاهم. الأسرة كلها اتجمعت وقرروا يسيبوا الماضي ويفتحوا صفحة جديدة.